بتتعب بسرعة في التمرين وما بتبقاش قادر تجري ومش عارف تاخد نفسك؟ تعال اقول لك على شوية حاجات هتساعدك تحسن التحمل عندك بشكل كبير. انا احمد الفخراني، تربية رياضية واخصائي تغذية الرياضيين، وبقدم معلومات في التدريب والتغذية. لو حابب تتابعني ويلا بينا. رقم 1، تمارين الكارديو. تمارين الكارديو بانتظام زي تمارين الجري ونط الحبل والسباحة وركوب العجل من 30 ل 60 دقيقة من 3 ل 5 ايام في الاسبوع هتحسن من مستويات التحمل عندك بشكل كبير. كمان مهم جدا في البداية انك تعمل التمارين بشدة بسيطة، وكل ما مستواك يتطور تبدأ تزود شدة وكثافة التمرين بشكل تدريجي. 2، تمارين القوة. ممارسة تمارين القوة العضلية من 2 ل 3 في الاسبوع هتقوي عضلاتك وهتحسن مستويات التحمل عندك بشكل كويس. وده اللي اثبتته دراسة تمت في جامعة كاليفورنيا، ان تمارين القوة حسنت من مستويات التحمل عند اللاعبين بنسبة 30% في خلال 8 اسابيع. 3، التغذية. عايز اقول لك ان التغذية لها دور كبير في تحسين مستويات التحمل عندك في التمرين، وخاصة لو